في خبر موجود دلوقتي عن الملازم محمد جميل الضابط المقيم بحي الأفرنج بالإسماعيلية، تعرض لإطلاق عدة عيرة نيرية على سيارته من قبل عناصر إرهابية في منطقة الماليز قرب مدينة الأنطرة شرق، مما أودى بحياته. لا حول ولا قوة إلا بالله. دلوقتي بعد انتقالنا من قليل جدا انتقلت أجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين آثار تعذيب للملازم بعد إطلاق النيران عليه. احكي لي بقى هذا الفكر اللي هو الفكر ده غريب علينا كمصريين ولا مش غريب علينا كمصريين؟ يعني هذا الفكر قتل وتعذيب ثم قتل او قتل فيصاب فيتم تعذيبه، كل ده انت احساسك وبمخالطتك بناس كتير من التيارات المختلفة مدنية واسلامية وغيرها، الكلام ده جديد علينا؟ هو في طبعا ربنا يرحمه ويصبر اهله، ده شيء مؤسف جدا يعني. في مساحة كبيرة جدا من القسوة، الواحد لا يدري هل هي تراكمت بعد 25 يناير ولا طفت على السطح وظهرت وكانت موجودة في أعماق المجتمع المصري. هي مش ممكن تكون دخلت في قلوب الناس بعد 25 يناير، هي أكيد كانت موجودة ومستخبية. بص حضرتك برضو أنا استحضرني أو حضرني شيء، استحضرت شيء يعني، وأنا برضو مش عايز أتهم حد والله، لكن للأسف إحنا جرعة العنف في الأفلام وفي المسلسلات واللي بيغذى بيها الأطفال والشباب من صغرهم غير عادية. بس دول لا بيشوفوا لا افلام ولا مسلسلات. لا ده شيء حضر كده دي حاجه اضافيه. ان انا بقول لحضرتك مساحه القسوه الشديده اللي زادت في المجتمع، ده جزء، ده سبب. والسبب الثاني استحلال الدماء، ما هو دي كارثه احنا واقعين فيها، ما انا هقول لك كل حاجه، انما انا جزء